ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله جميله. هنعمل مع بعض كفته ومكرونه. ده فول صويا. بنقعه حوالي 3/4 كوبايه، بحطها على كيلو لحمه مفرومه. نقعتها وصفتها كويس قوي وحطيتها ضفتها للحمه المفرومه، ومعاها بيضتين وكيس خلطه كفته وبقدونس طبعا. فصين توم. بصله مبشوره او مقطعه. كله هيتفرم تاني في الكبة، طبعا هنحط تاني كل المكونات وبقسماط. ممكن توم باودر وبصل باودر. التوم اللي ما بيحبش التوم والبودر والبصل البودر احنا كده كده بنحط التوم والبصل الفريش. والسر في الطعم حتة اللي انا حطيتها دي مع الكفتة، فرمت كل المكونات زي ما انتم شايفين. وبفضل اعجن فيها كويس قوي قوي. عجينيها لحد ما تربي لها عرق كويس، زي العجينة بالظبط اللي احنا بنعجنها، عشان المكونات كلها تختلط مع بعضها. بس وانت بتفرميها ما تنعنهاش قوي، يعني عشان تبقى اللحمة ما تبقاش ناعمة ومسمغة قوي. عايزين يكون فيها مفتحة وتبقى طعمها حلو. اعجني كويس قوي قوي لحد ما المكونات كلها تتعمل مع بعضها. وبعد كده هتبلي ايدك بالزيت، تمسحي ايدك بالزيت وتصبعها زي ما انت شايفة كده. صبعيها كلها وحطي زيت على النار و... وتقليها على نار هادية، تكون الزيت سخن وهي تنزلها على نار هادية، علشان بس ما تستويش وهي ما تاخدش لون من بره وهي لسه ما استوتش. طبعا انا كنت سلقت المكرونة وجهزت الصوص بتاعها والصلصة. وانا بعمل في الكفتة، حابة تاكليها بعيش وسلطة وطحينة ومخلل. زي ما انت تحبي، حابة تقدميها جنب مكرونة وسلطة وعيش برضو. سلطة طحينة، زي ما تحبي يا حبيبتي. صلصة وحط عليها بابريكا وحط عليها فلفل اسود وملح. ممكن تضيفي لها مرقة دجاج بتعزز النكهة بتاعتها، تبقى كويسة قوي. مكرونة سلقتها يا دوب المكرونة بتغلي غلوة او غلوتين وتشيليها عشان تكون مفلفلة وكويسة. نزلي المكرونة في الصلصة بعد ما اتسبكت، كمية طبعا اللي انتي محتاجاها واللي انتي عايزاها. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا رب. لو انتوا وصلتوا معايا لحد هنا، يا ريت ما تنسونيش بدعوة حلوة، ما تنسونيش بلايك وشير وكومنت حلو. عشان القناة تكبر بيكم وتستمر ان شاء الله. وربنا يرعاكم ويحفظكم يا رب ويسترها معاكم ومعانا جميعا، اللهم امين يا رب. ما تنسوش تجربوا الوصفة وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. زي ما انتم شايفين بنقلب المكرونة كويس قوي مع الصوص بتاعها عشان تتشرب الصوص بتاع الطماطم كله. والحبيت المكرونة تتغلف كويس قوي. في الناحية التانية طبعا انا بعمل في الكفتة على نار هادية كده، وبتقطعي لها فلفل ممكن، وتقطعي لها بقدونس تطلعي عليها، وتغرفي بقى الاكل وتجهزيه جنب بعضه. كفتة وسلطة ومخللات اللي انا خللتها معاكم قبل كده. وبألف هنا على قلوبكم يا حبايبي. ما تنسونوش بكومنت حلو وتعليق حلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب الأكلة بتاع النهاردة تعجبكم. أكل جميل وما شاء الله، بألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.